في يوم من اهم ايام الدوري المصري الممتاز بيتلعب النهارده 4 ماتشات مهمين جدا ومؤثرين جدا في ترتيب الدوري العام المصري. النهارده كانت البدايه مع فيوتشر والمصري اللي بيتعادلوا 0-0، ثم المباراه قويه جدا وغزل المحله بيحقق مفاجاه 2-1 على الزمالك وليها اثار كبيره جدا. ثم بيكون في ماتشين، الاهلي بيقابل البنك الاهلي بيفوز عليه 1-0، وبيراميدز بيقابل سموحه وبيفوز عليه 2-1 في يوم اقل 2 مدربين. وصعد الاهلي بفرق 7 نقاط عن اقرب منافسيه اللي هو بيراميدز وفيوتشر، والمقاولين العرب برضو لسه في الصوره. حلقه مهمه جدا عن الدوري المصري ومباراه النهارده. يلا بينا نبتدي حلقتنا على طول. اهلا بيك يا صديقي مره تانية. زي ما قلت لك في المقدمه ان النهارده كان مهم جدا في الدوري المصري، كان يوم حاسم ومؤثر في ترتيب جدول الدوري العام المصري. البدايه كانت مع فيوتشر والمصري. زي ما احنا عارفين ان فيوتشر اخر مباراه تعادل مع انبي 1-1، والمصري متعادل اخر مباراتين، متعادل مع الاهلي ومتعادل مع المحله. فالفريقين كانوا داخلين الماتش دول يهمهم جدا ان هم يطلعوا بفوز. البدايه كانت عن طريق فيوتشر، اتقدم عن طريق محمد رضا بوبو، لكن بعديها مروان حمدي بيقدر يتعادل المصري، والمباراه بتفضل سجال بين الفريقين لغايه لما بتخلص تعادل، وفيوتشر بيوصل للنقطه 30 في جدول الدوري العام المصري. بعد مباراه فيوتشر والمصري دخلنا على مباراه قويه جدا هي غزل المحله والزمالك. طبعا احنا عارفين ان غزل المحله بيكون على ارضه فرقه صعبه جدا. غزل المحله مقدم موسم السنه دي استثنائي، والزمالك داخل المباراه عايز يفوز وبس، لان هو عارف ان يعني فيريرا اي تعادل او خساره كان هيوديه في حته تانيه خالص هو ما يحبش يروحها، وان هو يمشي من نادي الزمالك، ومرتضى منصور واقف له على تكه. ففريرا اعتقد ان الحاجات دي بتبقى مؤثره جدا في قراراته، وده اللي بان في تشكيل نادي الزمالك. انت المفروض فيريرا داخل المباراه دي ان هو عايز يفوز، داخل بشخصيه نادي الزمالك، لكن فيريرا ابتدى المباراه بتشكيل غريب شويه. هو المفروض ان هو لاعب ماتش الاهلي ب2 مدافعين، فهتروح تلعب غزل المحله، مش طبيعي ان انت تبدا ب3 مدافعين خالص. ده اللي عمله فيريرا، ان هو ابتدى بالزناري وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني. طب لاعب مين في الناحيه الشمال؟ لاعب سيد عبد الله نيمار اللي نهى بيه ماتش الاهلي. لاعب مين في الناحيه اليمين؟ لاعب عمر جابر بدل حمزه المسلوسي اللي ابتدى بيه ماتش الاهلي. طب نص الملعب عندك دونجا متالق الفتره الاخيره، لا بيطلع دونجا وعمرو السيسي وبينزل محمد اشرف رؤى وامام عاشور، وبيلعب قدامهم باحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين جزيري، اللي طبعا المستوى الفتره الاخيره جدا بعيد كل البعد عن مستوى سيف الدين الجزيري. المباراه بتبتدي، المحله بيكون ضاغط، يقدر يحرز الهدف الاولاني، مفيش بعديها و10 دقايق يقدر يجيب الجون الثاني. صراحه المحله كان عامل شوط اولاني محترم جدا من تحت كده عبد الباقي جمال، راجل بيعمل يعني ضغط دفاعي متقدم جدا، بيضغط من قدام، منظم جدا هجوميا، قدر يعني يخترق دفاعات الزمالك بشكل غير طبيعي. يعني مصطفى الزناري كورتين، يعني اخطاء كارثيه من مصطفى الزناري الصراحه. الاولى بتتلعب لوب حلوه جدا بيروح يجيب جون، والثانيه نفس الكلام بتلعب من ورا مصطفى الزناري، والشوط الاولاني خلاص بيخلص 2-0 لغزل المحله. طبعا في الشوط الاولاني راح عمل تغيير، نزل طلع مصطفى الزناري ونزل دونجا، فده برضو قلب من 3 مدافعين لقلب 2، وابتدى يلعب زود واحد في نص الملعب. دخلنا الشوط الثاني بقى، الزمالك كان افضل شويه. المحله طبعا يعني وطبيعي خاف، واعتقد يعني دي ما كانتش تعليمات المدير الفني. المدير الفني كان عايز الفرقه تضغط وكان باين في كلامه، لكن اللعيبه طبيعي لما تبقى متقدمه على نادي الزمالك 2-1 بيبقى في سنه خوف شويه، وده فعلا خلى المحله يتراجع وخلى الزمالك ضغط. شفنا اداء كويس من الزمالك. في ناس بتوصف تقول لك ان الزمالك ده لعب يعني الشوط الثاني بغزل المحله احسن شوط في ال5 مباريات اللي فاتت. هو شوط سيء على فكره، يعني هو شوط مش جامد، بس هو من كتر ان انت لعبت متوشه وحشه فالناس شايفه ان انت لعبت شوط حلو جدا. راح الراجل عمل برضه تغيير، نزل محمد عبد الشافي لعبه باك شمال، وراح مودي سيد عبد الله نور ناحيه اليمين. انت برضه يعني ما تلعبكش اللعيبه، ما تدوخش اللعيبه، يعني خلي ثبت لعيب في مركزه وخلي كل لعيب يلعب في مركزه. وراح منزل يوسف اسامه نبيه ونزل سامسون اكليونا، وابتدت خطوره شويه للزمالك. وجي طبعا ضربه جزاء، احمد سيد زيزو قدر ان هو يجيبها جون. الزمالك فضل يحاول يضغط، لكن المباراه في الاخر انتهت بنتيجه 2-1 لغزل المحله. طبعا المباراه خلصت من هنا، وطلع مرتضى منصور زع القرار من هنا، اقاله فيريرا خلاص بيمشي من نادي الزمالك. البروف اللي هو كان جايب الدوري السنه اللي فاتت وجاب الدوري قبل كده، الزمالك خلاص بيمشيه وبيكتفي بخدماته لحد كده، وبيتم تعيين اسامه نبيه. طبعا احنا عارفين اسامه نبيه كمساعد لفريرا، مدرب كويس جدا وكل حاجه، لكن انا ما اعتقدش ان اسامه نبيه هو الراجل المناسب اللي هو يستطيع ان هو يكمل لنهايه الموسم. انت عندك داخل على بطوله افريقيا ومحتاج مدير فني اجنبي قوي جدا يقدر يسيطر على اللعيبه،
لان فرقه الزمالك فيها مشاكل كبيره جدا جوه الفرقه نفسها مش متماسكه، اللعيبه تحسهم مش ايد واحده على بعض، في مشاكل كبيره. رئيس نادي الزمالك بيتكلم كتير جدا، بيغلط على اللعيبه. لغايه دلوقتي احنا مش عارفين احمد فتوح وعبد الله جمعه ايه مصيرهم، ولا هم فين، بيعملوا ايه، بينزلوا التدريبات ولا لا. حاجات كتيره في الزمالك محتاجه اعاده تنظيم. نتمنى التوفيق برضو لنادي الزمالك، ونتمنى التوفيق للكابتن اسامه نبيه، مدير فني محترم. لكن زي ما انا قلت، انا كنت اتمنى ان يجي مدير فني اجنبي لنادي الزمالك عشان ما نعيدش نفس الحوار اللي بيتعاد كل مره. اسامه نبيه هيلعب اول 5 6 مطوشه، يبتدي يتعادل يخسر ونمشيه، وتبقى انت ضيعت على نفسك فرصه برضو ان انت جبت مدير فني كان يقدر ياخد الانسجام ويعرف الفرقه قبل ما تخش على دوري ابطال افريقيا، اللي هو خلاص يعني كلها ايام وتلعب دوري ابطال افريقيا. بعدين بقى كان في المباراه الثالثه معانا، هي النادي الاهلي والبنك الاهلي. المباراه ما كانش فيها تفاصيل كتيره قد ما احنا عايزين نتكلم على يعني حاجات حوالين المباراه. يعني الاهلي لسه مخلص مباراه الزمالك من 48 ساعه، كان يهمه جدا ان هو يخش المباراه وما يتعبش لعيبته، وبيطلع بمكسب من غير ما يجهد لعيبته، وده فعلا اللي عمله كولر في المباراه. كولر اطمن على بعض اللعيبه في المباراه، زي طاهر محمد طاهر، زي محمد شريف اللي بيديله بدل الكهرباء وبيكمل في التهديف وبيجيب جون الفوز. احمد عبد القادر لسه عنده بطء شويه في بناء اللعب، لو سرع من اللعب هيكون مفيد جدا للنادي الاهلي. برضه ابتدى بكوكا في ناحيه الباك الشمال، وبعد كده الشوط الثاني غيره، نزل مكانه محمد فخري، ومحمد فخري بيروح يلعب باك يمين، وخالد عبد الفتاح بيجي باك شمال. خالد عبد الفتاح بيقدم مستوى كويس في اي مركز، سواء حطيته باك يمين باك شمال، هو الراجل هيشتغل حلو، هيديك 6 من 10 في كل المراكز. طبعا باك يمين المفروض هيديك اعلى من كده شويه. محمد فخري بتحطه باك يمين، ما اعتقدش ان محمد فخري افضل خيار لكرة ان هو يتحط باك يمين، لان هو فخري يعني لما بيلعب في نص ملعب اصلا انا ما بعرفش اقيمه، هل هو لاعب قوي بدنيا زي ديانج، ولا لاعب سريع، ولا لاعب مهاري. انا الصراحه مش شايف اي ميزه في فخري. فانت لما تحط باك يمين هو برده مش هتحس بيه زي ما فعلا احنا ما حسيناش بيه، ولا هو وحش ولا حلو. طبعا ده بفضل اداء النادي الاهلي. البنك الاهلي نفسه كان النهارده بيلعب مباراه يعني كان فاتح الملعب، بيحاول يهاجم، بيحاول يعمل حاجه، لكن امكانيات لعيبته ما كانتش سامحه. انا اعتقد البنك الاهلي لو كان لعب باسلوب دفاعي شويه كان ممكن يخرج بنقطه على الاقل من النادي الاهلي، كان ممكن يحافظ على التعادل. لكن الاهلي طبعا قدر ان هو يجيب الجول عن طريق محمد شريف، وهدى اللعب خالص، وابتدى يلعب باسلوب تجاري بحت، مش عايز يجهد لعيبته، عايز يطمن على لعيبته. اطمن على عمرو السولية في الشوط الثاني، نزله بديل، نزل قفشه، ابتدى راح مروان عطيه، رايح حمدي فتحي. بعد كده ادى لبيرسي تاو في اخر 10 دقائق ولا اخر 15 دقيقه، بيرسي تاو نزل شكل خطوره برده، شاط شوطين، عمل تحركات حلوه جدا. وانا كنت اتمنى ان هو يدي كريستو في المباراه دي برده 10 دقائق بدل طاهر محمد طاهر، ريحه لسه راجل راجع من الاصابه، لكن هو ما اداش لكريستو وفضل ان هو يدي لشادي حسين في اخر دقيقتين. نقطه ثانيه عايز اتكلم على موضوع الباك الشمال في النادي الاهلي. انا كنت اتوقع ان هو بدل ما يلعب كوكا النهارده اساسي كان يلعب محمد اشرف، ما لعبش محمد اشرف ولعب كوكا طبعا اللي خرج الاصابه. انا شايف ان الباك الشمال فيها مشكله زي ما قلت في الحلقات السابقه، ان انت محتاج محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا باي شكل، لازم ترجع شكري لصفاق تاني. يعني هل في بند يسمح ان انت ترجع شكري سمعنا ب 7 8 مليون، ولا تشتريه مثلا في الوقت ده؟ لان يعني شكري هيكون مهم جدا بعد علي معلول. الاهلي لما بيفقد علي معلول الناحيه الشمال دي بتفقد اهميتها بنسبه كبيره في النادي الاهلي. طبعا ده النادي الاهلي قدر يفوز وبيحافظ على صداره الدوري ب 37 بونت عن اقرب منافس ليه 7 نقاط اللي هو بيراميدز وفيوتشر، والزمالك والمقاولين بعد كده الرابع، والزمالك. طبعا كان في مباراه النهارده بين سموحه وبيراميدز، بيراميدز فاز على سموحه 2-1. بيراميدز كان اتقدم عن طريق رمضان صبحي في الهدف الاولاني، ثم سموحه تعادل عن طريق شوطه حسام حسن اللي اتردت وحسين فيصل بيتابعها ويجيبها جون، والشوط الثاني مصطفى فتحي بيقدر يجيب جون الفوز لبيراميدز. دي كان النهارده مباراه النهارده، كان يوم حاسم جدا في الدوري المصري، اثر فعلا على ترتيب الدوري المصري وعمل حاجات. النهارده كان في 2 اقاله ل2 مديرين فني، هو فيريرا والكابتن طارق العشري من سموحه. اتمنى النهارده الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم الحلقه الجديده وحلقه جديده من الدوري المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.